فلاح القرقاح كان في مهمة صعبة جدا 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 على أي شاعر، ومن قوة هذه المهمة ابتهل إلى الله طلب العون. المهم هو إنه يكتب في الأمير محمد بن سلمان قصيدة. الحين ركز، تبي تقول قصيدة؟ مو هي قصيدة، فضيحة. محمد بن سلمان عامل الموضوع هذا معاملة خاصة، كأنه في مهمة شعرية خاصة جدا. أنا جحوى اليوم بقول لك إيش قال فلاح القرقاح في ولي العهد. لا تنسى بيات الشاي يا صديقي. العظيم الله، لكن العظيم من الرجال ما يليق بسيرته غير الإبداع العظيم. بعد تكرير استعانة ودعوة وابتهال، قال والمنبر يبي شعر، قلت الله كريم. يقول لك الموضوع بدأ عنده باستعانة بالله مكررة، مو مرة واحدة، لا. الله يعيني، الله يعيني، الله يجملني، ودعوة. الابتهال يا صديقي هو التضرع لله بطلب العون، يعني شو وذل لله، انك تبتهل بمعنى تكون خاشع. فلاح القرقاح كان خاشع وهو يطلب العون من الله وهو يكتب هذه القصيدة. وفلاح القرقاح يا أصدقاء عنده مشكلة، ما يقدر يقول قصيدة المكررة والمتشابهة، عشان كذا يقول الله كريم الله يعين. اتركوا عنا سرى البرق في عرض الخيال نحت الورد وهب الذهبي عن النسيم. لو قلت لك البرق يطلع على بالك الآن بيت للبرق والخيال وللمزون وللسحب، ممكن يطلب بالك أكثر من بيت كمان. المدارج بالقصايد والشعر، وكذلك ناحية الورقة والنسيم والدعادية. لذلك فلاح ما يبغى التكرار، لأن فلاح تعرف فلاح ولا لا؟ هو اللي قال شلون هين اللي لهم قدر ووقار، وأنا أحترم حتى قبور الميتين. الله يرحم وافي أخوي، قولوا آمين. وهو عشان ما يكرر اللي قال لك انه مكرر بالنسبة له في القصيدة العادية، والمفردات هذه مستهلكة وشارد منها بذكاء. ركز، واستخدمها وشرد منها بذكاء. الكلام العادي ما حد يعطيه بال، لو يوقع في المسامع ما وقع في الصميم المقام اللي يرتفع معها المقال، يجتمع لفظ حضاري وموروث قديم. العظيم الله، لكن العظيم من الرجال ما يليق بسيرته غير الإبداع العظيم. يا ولي العهد، في مدحك السحر الحلال كوكب النوره يبدد بجليل البهيم. هذه القصيدة يا أصدقائي زي المرسيدس كذا انسيابية، مو فجأة كذا قام يمدح، لا ولا من أول بيت يا محمد يا ولي العهد، لا، ولا حتى ثاني بيت. شوف الفكرة كذا وضح لك المسؤولية والعنى اللي تعناه، وهو يعرف صعوبة الأمر. ما قال المقام اللي يرتفع معه المقال. الرسول اللهم صل وسلم عليه قال إن من البيان لسحر، بعض الكلام جميل ساحر أخاذ يسردك العالم آخر. فلاح يقول لنا الحديث أو الكلام عن ولي العهد سحر، السحر حلال. الله ضرب مثل لنوره بالمشكاة والزجاجة والكوكب. ركز يا صديقي، ضرب مثل لنوره سبحانه. فلاح يقول لك كوكب النوره يبدد بجليل البهيم، جال تأثيرك على الشعر والناس فعال، وابتسم وجه الوطن والمواطن والمقيم. الله يقويك وانت الذرى وانت الظلال، يحفظك اللي حفظ يونس وموسى الكريم. يونس عليه السلام ما كان ممكن أي صدفة كونية كذا تصير وممكن تنقذه إلا أن الله حفظه. وموسى عليه السلام كمان ربي حفظه، وهو بسنة قتل الذكور ربي حفظه، وهو عند فرعون قصر ربي حفظه، وهو في البحر فكته في البحر ربي حفظه لما شقل البحر بالصيف. فلاح يقول الله يحفظك مثل ما حفظ انبياء. سمعتك ينبت به الورد في عروض الجبال، كيف بصدور بذكرك مثل روضة خريم. ما شفناك بالشاشة نقيم احتفال نبتهج ونقول عاش الزعيم ابن الزعيم. دقائق هذه روضة خريم، هذه روضة خريم لما تكون مزهرة. يقول سمعتك مثل الجمال اللي قاعدين تشوفونه الآن. احنا كل ما نشوفك في الشاشة يا ولي العهد نقول عاش الزعيم ابن الزعيم ابن الزعيم. سيدي لاسمك مع المجد رابط واتصال، حتى كلمة مجد ومحمد تشد الفين. لاحظ آخر حرف في كل كلمة دال، ولاحظ أول حرف في كل كلمة ميم. محمد مجد تبدأ كل كلمة بميم، لا صغير وتتيكو كلمة بحرف الدال. انتبه إذا أنت شايف الموضوع عادي، ترى مو عادي، هذه تركيبة وفكرة كذا فلاح فكر فيها، اخترعها فلاح. ولأن الرمز اللي يمدحه فلاح مو عادي، خلى هذا البيت ضرب من ضروب الخيال يا أصدقاء. لاحظ آخر حرف في كل كلمة دال، ولاحظ أول حرف في كل كلمة ميم. والغشيم اللامنة ما سمعنا له جدال، نحترم رايه ونمشي على رايه الحكيم، ننتقل للوضع الأفضل وبعد الانتقال من مكانتنا يعرف الغشيم إنه غشيم. احنا كسعوديين إذا هوجمنا مش شرط نرد، لا، ممكن احنا ترى فعليا ممكن احنا كالسعوديين شوف أحد كذا قاعد يهاجم نسيبه نتركه كذا غشيم، بس مسألة وقت، والغشيم يدري انه غشيم، مسألة وقت بس يا اصدقاء. كل ما جاء للنقاشات في القوة مجال، جابوا اسمك وافسدونا عليك ابن الحريم. يا الله يا الله، اذا الحدث عن القوة
يقول لك في الغرف السريه تمام يقولوا اكيد محمد بن سلمان، مو لو عن اي قوه، اي شيء يخص القوه يشتدون عليك ابن الحريم، تحسه قاعد يشتم، بس في الحقيقه حقيقة الأمر كلنا أبناء حي، ما حد فينا جاي يعني بالتبرع. عملية التبرع درسناها في الابتدائية يا صديقي، تقرا تكاثر في تكاثر يسمى التبرع، في تكاثر يسمى تبرع ابحث. لكن فلاح استطاع يجعل من هذه الكلمة بوجهين، وما دام خلاها بوجهين أكيد إنه ما يمدح إذن، لأن الحسد مو من صفات الشرفاء والكرام. قال لك يحسدون عليك ابن الحريم لشعوب الدول منوى ومضرب مثال للطموح اللي بلا حد والنهج السليم. والله لازم يحترموا محمد بن سلمان، والله حتى السيف اللي بيعاقب واللي بيسرق واللي بيلعب. باختصار ما يحتاج هذا كله، يحتاج واحد مثل شخص محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. مش منتظرين شيء من كلام الرئيس، لبنان بحاجة لمحمد بن سلمان لبناني. وتقدر تنتج الذهب وتقدر تبني بنية تحتية حقيقية، ولا ادونا محمد بن سلمان ده سنة واحدة في السودان، خلوه يشتغل لنا بغادي، صلح لنا السودان ده شوية. ليه يقول ولي العهد منوى الشعوب؟ مدغم ابو شيبه علق على قصيدة خلف المشعان في شعر المعلقة، قال في ولي العهد. مدغم قال لها قطع القصيدة اللي القصيدة ما لها دخل فيه مقارنة المقال بالمقام، يعني بمعنى آخر يا خلف مهما نقول معشر الشعراء ومهما نكتب ما نوفي ولي العهد. خلف ايش رد عليه؟ انت فاهم كلام مدغم طبعا، يقول قصيدتك حلوة بس ما تكفي، هذه مشكلة القصيدة. خلاص قال لك كل القصائد قاصرة عند سمو سيدي. شاركوني أكثر بيت تحبون قال في ولي العهد. أنا بالنسبة لي أحب بيت ياسر التويجري، دائما أردد ما له شبيه إلا يا صفوة الجيل في مروته وبقوة زعيت معنا. ما له شبيه الا انت يا صفوة الجيل في مروته وبقوة زعيت معنا. توكم ما شفتوا شيء يا متابعين، عندي قصايد واجدة بتعجبكم.